السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. وحشتوني جدا جدا جدا. أنا أسفة أوي اللي أنا بعدت عن القناة لمدة تقريبا شهرين، وده بجد خارج عن إرادتي لأني كنت تعبانة وكان في لخبطة كده في الحياة عندنا، يعني في العيلة وكده. الحمد لله عدت، والحمد لله مفيش مشاكل دلوقتي صحية. تعالوا مع بعض بقى نتكلم عن الكتاب أو الكتابين بتوع النهاردة للكاتبة إيمي مورين. الكتاب الأول 13 things mentally strong people don't do، ده الكتاب الأول اللي هنتكلم عنه. والكتاب الثاني 13 things mentally strong women don't do. الكتاب الأول 13 أمرا لا يفعلها الأشخاص الأقوياء عقليا، ده نشر سنة 2014. الكتاب الثاني 13 أمرا لا يفعلها السيدات الأقوياء عقليا، وده نشر سنة 2018. يعني ايه اصلا القوة العقلية او الصلابة العقلية؟ هنبدأ بيها الاول معناها علشان نبقى نفهم الموضوع ماشي ازاي، وبعد كده هنتكلم عن الكتب بتاعت ايمي مورين. mental power أو القوة العقلية أو القوة الذهنية معناها هي الصفات اللي بتتجمع في شخص ما بتسمح له إنه بيتحمل المرور بظروف معينة، ظروف صعبة وتكون خارجة عن إرادته، وبيدخل فيها ويخرج من غير ما يكون عنده عدم ثقة في نفسه، أو مش بتفقده الظروف دي ثقته في نفسه، مش بتفقده حماسه للحياة، بيخرج منها عادي، عنده ثقة في نفسه عالية، عنده حماس للحياة انه يقدر يعيش مرة تانية ويعيش من جديد ويتحمل ظروف تانية، مفيش مشاكل عنده، من غير ما يمر مثلا بنوبات اكتئاب او انه يبقى منزوي على نفسه. بالعكس بيبدأ من جديد وبيبدأ في اي سن ورغم اي ظروف او مواقف عدت عليه. الكاتبة إيمي مورين هي معالجة نفسية وخبيرة في القوة العقلية أو الذهنية، وهي كمان متحدثة على منصات السوشيال ميديا، وصاحبة سلسلة من الكتب عن القوة العقلية أو القوة الذهنية. وسمتها دايما الكتاب بتاعها أو سلاسل الكتب بتاعتها بتبدأ ب 13 things mentally strong. بقى في mentally strong people، في mentally strong women، في mentally strong parents، في سلسلة من الكتب خاصة بالموضوع ده. احنا هناخد النهاردة هنتكلم عن كتابين مهمين، أنا حاسة ان هم أهم اتنين. اللي هو الأول اللي هو 13 things mentally strong people don't do، و 13 things mentally strong women don't do. هنتكلم الأول عن اللي هو الخاص ب 13 أمرا لا يفعلها الأشخاص الأقوياء عقليا، ده نشر سنة 2014. شوفوا الفيديو للآخر لأن في آخر الفيديو هتكلم عن الصفات اللي لازم الستات القوية عقليا أو القوية ذهنيا اللي بتقدر تتخطى المصاعب، تقدر تعدي حاجات كتيرة قوي صعبة في حياتها، وتقدر تعيش حياتها وهي واثقة في نفسها وقادرة تغير من نفسها في أي سن وفي أي عمر. استنوا كده في الآخر الفيديو هنتكلم عن الكتاب التاني. وتعالوا مع بعض كده نبدأ ال13 حاجة اللي المفروض نبعد عنها علشان نبقى عندنا قوة عقلية وقوة ذهنية ونقدر نعدي حاجات كتيرة في حياتنا. الكاتبة في أول الكتاب بتوصف الأشخاص الأقوياء عقليا بأنهم أشخاص عندهم عادات وصفات صحية بتساعدهم أنهم يتخطوا المواقف الصعبة ويعرفوا بمهارات معينة أنهم يديروا عواطفهم وأفكارهم وسلوكياتهم للنجاح في الحياة. وعلشان كده هي بتعرض في الكتاب ده 13 حاجة الأشخاص اللي عندهم القوة العقلية والذهنية بيبعدوا عنها تماما، وهي بتعرضها لنا بطريقة معينة بحيث أننا علشان نكتسب القوة والصلابة العقلية نحاول نبعد عن ال13 حاجة دول، ونحاول نتبع السلوكيات اللي بيتبعها الأشخاص الأقوياء عقليا.
أول حاجة مش بيضيعوا وقتهم في الإحساس بالأسف على نفسهم، مش بيفضلوا طول حياتهم يلوموا الظروف القاسية في حياتهم أو يلوموا الأشخاص اللي في حياتهم اللي سببوا ليهم مشاكل في حياتهم. بيتحملوا هم مسؤولية حياتهم وهم متأكدين إن الحياة دايما مش سهلة، وإننا مش هنلاقي كل الظروف والناس اللي في حياتنا مناسبة لينا ولطموحاتنا. أكيد هنلاقي ظروف صعبة، وأكيد هنلاقي ناس بتحاول تمنعنا إننا نقوم بحاجات معينة أو نعمل حاجات معينة خاصة بأهدافنا. وهم دايما قادرين يتعاملوا مع المواقف دي، وقادرين يتصرفوا تصرفات إيجابية ويغيروا من ردود أفعالهم، ويتحملوا هم المسؤولية كاملة. رقم 2 مش بيتخلوا عن قوتهم، وبيعرفوا يتحكموا في عواطفهم وردود أفعالهم، ومش بيسمحوا لحد يضيع يومهم لمجرد مثلا موقف حصل أو كلمة معينة حد قالها. عندهم ثبات في ردود أفعالهم، وعارفين يمشوا يومهم صح من غير ما أي حاجة تأثر عليه. رقم 3 مش بيتجنبوا أو يهربوا من التغيير، بيرحبوا بالتغيير وعارفين إن التغيير من طبيعة الحياة، وعندهم المرونة الكافية اللي بتساعدهم على التكيف مع أي تغيير. رقم 4 مش بيهدروا طاقتهم على حاجات مش بيقدروا إنهم يتحكموا فيها. يعني مش بنسمعهم أبدا إنهم يشتكوا من ظروف معينة أو من شخص معين ضيع يومهم أو عصبهم. عارفين إن الصعوبات اللي ممكن تقابلهم دي مش هيقدروا يتحكموا فيها. الحاجة الوحيدة اللي في إيديهم يغيروها سلوكهم ناحية الظروف دي وقدرتهم على التكيف. رقم 5 مش مهتمين طول الوقت إنهم يرضوا الناس اللي حواليهم، بيعرفوا يقولوا لأ في الوقت المناسب، ومش بيجوا على نفسهم علشان يرضوا الناس. رقم 6 مش بيخافوا ياخدوا قرارات فيها مخاطرة، بس مخاطرة محسوبة. يعني ممكن ياخدوا قرار جريء زي انهم مثلا يغيروا شغلهم بشكل فجائي، او انهم مثلا يسافروا يشتغلوا بره، او اي قرار جريء. بس دايما بيحسبوا الحاجة قبلها. هو يعني يعتبر فجائي للناس اللي حواليهم، لكن هم قبلها بياخدوا وقت يحسبوا الموضوع ويشوفوا الموضوع ماشي ازاي، وبيحسبوه بالورقة والقلم. بيشوفوا لو خدوا القرار ده ايه الايجابيات والسلبيات من القرار ده، ويفضلوا ما بين القرارات لحد ما ياخدوا القرار المناسب، لانه بيبقى محسوب بدرجة ما قبل ما يخاطروا في اتخاذ القرار. رقم 7 مش بيشغلوا دماغهم بالماضي واللي فات، مش بيضيعوا وقتهم في التفكير مثلا في حاجات سلبية حصلت قبل كده. بيعترفوا بأخطائهم، عارفين انهم في فترة من الفترات ممكن يكونوا وقعوا في أخطاء معينة، بس بيتعلموا منها وبيصححوها بعد كده. بس يعني بيحاولوا يعدلوها على قد ما يقدروا، مش بيوقفوا حياتهم عليها. دايما عايشين في الحاضر وبيخططوا لمستقبلهم، وبيتعلموا بس من الماضي. رقم 8 مش بيكرروا أخطائهم كل مرة، أما بيتعلموا الدرس خلاص بياخدوا بالهم جدا بعد كده ما يقعوش في نفس الخطأ مرة تانية. رقم 9 مش بيضايقهم نجاح غيرهم، بالعكس بيقدروا جدا نجاح الناس ومش بيحسوا بالغيرة أما بيتفوق عليهم حد، لأنهم عارفين إن النجاح ده ناتج عن جهد وتعب، وهم على استعداد لبذل الجهد والتعب للحصول على فرصتهم في النجاح. رقم 10 مش بيستسلموا بسرعة، حتى لو وقعوا وفشلوا بطريقة معينة بيقوموا ويحاولوا بطريقة تانية. مش بيستسلموا أبدا، وبيستخدموا الفشل كفرصة للنمو والتحسين من نفسهم. رقم 11 مش بيخافوا الوحدة أو إنهم يبقوا لوحدهم فترات طويلة، لأنهم بيستأنسوا بنفسهم جدا وبيحبوا القعدة دي، لأنهم بيستمتعوا بوقتهم، بيمارسوا هواية بيحبوها. بيبقوا عارفين قوي الوقت ده إنه فترة استمتاع ووقت استمتاع. ممكن من خلال الوقت ده إنهم يفضوا دماغهم من الأفكار اللي جواها، سواء بأفكار سلبية أو أفكار إيجابية ممكن يستفيدوا بيها. مش بيهربوا من الوقت ده أو بيخافوا يقعدوا لوحدهم، بالعكس بيدوروا على الوقت ده وبيحاولوا كده يستقطعوا وقت من اليوم إنهم يقعدوا لوحدهم ويرتبوا أفكارهم ويشوفوا دماغهم ماشية إزاي، وبيستمتعوا جدا بالوقت ده. رقم 12 مش مستنيين من الناس أو الظروف حاجة، بيعتمدوا جدا على نفسهم في تغيير حياتهم، وبيعتمدوا على قدراتهم وصفاتهم الشخصية في الوصول للفرص في الحياة.
رقم 13 مش بيتوقعوا نتائج فورية لأي أهداف هم عملوها، مش بيستعجلوا النتائج سواء مثلا في عمل مشروع أو عمل رجيم صحي مثلا أو غيرها من الأهداف. دايما عارفين إن كل حاجة بتاخد وقتها، وإن أي تغيير في الحياة عارفين اللي هو بياخد وقت على ما يتطور ويوصل للنتائج اللي هم عايزينها، وهم دايما عارفين إن الصبر هو طريق الوصول للأهداف، وطبعا مع الجهد المبذول والوقت المناسب. تعالوا بقى مع بعض نبدأ الكتاب التاني، وهنبدأ ال13 حاجة اللي لازم كل ست قوية تبعد عنهم علشان تقدر تعيش حياتها بطريقة إيجابية، وتقدر كده تتقدم في حياتها على طول وفي أي سن وتحت أي ظروف. الكتاب اسمه 13 things mentally strong women don't do. تعالوا مع بعض كده نبدأ. أول حاجة مش بيقارنوا نفسهم بحد، بيقارنوا نفسهم بنفسهم بس قبل وبعد الهدف. يعني بيعملوا متابعة لنفسهم، بيشوفوا هم كانوا ايه مثلا من اسبوع وبقوا ايه دلوقتي، كانوا ايه من شهر وبقوا ايه دلوقتي، بس بيراقبوا تقدمهم، ملهمش دعوة بأي حد تاني. رقم 2، مش بيأكدوا على الكمال المتناهي في كل حاجة، لأنهم بيعتقدوا إنك أما تكوني خايفة إنك ما تكونيش كويسة بدرجة كافية، ده بيعطلك إنك تعملي الحاجة بالشكل المناسب وهيؤدي لنتائج عكسية. هم يعني دايما بيأكدوا إنك تحطي توقعات عالية لنفسك، بس مش توقعات مستحيلة، يعني عالية بالدرجة الكافية. رقم 3، مش بيلاقوا عندهم مشكلة انهم يطلبوا المساعدة، وده مش بيعتبروه ضعف، بالعكس كل واحد في الأسرة ممكن يساعد في مهام البيت وشغل البيت مع ربة المنزل، مفيش أي مشاكل. رقم 4، مش بيسمحوا لشكهم في قدراتهم الذاتية انه يمنعهم من الوصول لهدفهم، لان الشك الذاتي ده امر طبيعي جدا، بس ما تسمحيش انه يكون عائق انك توصلي لأهدافك. رقم 5، مش عندهم جزئية التفكير الزائد، لأنهم متأكدين إن التفكير الزائد مش بيحل المشكلة، بس هو بيخليكي بس تعيدي وتزيدي في نفس المشكلة وتعملي لنفسك طاقة سلبية على الفاضي من غير ما توصلي لأي حل للمشكلة. خلي التفكير دايما موجه لحل المشكلة عن طريق كتابة الحلول المتاحة، وتشوفي بقى مميزات وعيوب كل حل وتقدري تختاري الحل المناسب ليكي. رقم 6، مش بيتجنبوا التحديات الصعبة، سواء بقى فرصة شغل جديدة أو حتى مكالمة فيها مواجهة مع شخص ما. أي تحدي شايفة إنه ممكن يكون صعب، لو ما واجهتيش التحدي ده هيبقى الموضوع هيفضل متعلق وبيديكي طاقة سلبية عالية جدا. واجهي التحدي وما تسيبيش حاجة متعلقة في حياتك، لأنها بتديكي طاقة سلبية وبتفضل معكننة عليكي حياتك على طول. رقم 7، مش بيخافوا انهم يكسروا بعض القواعد اللي ممكن يكون متعارف عليها في بعض المجتمعات، بس هي بتكون خطأ، يعني ملهاش مرجع ديني، بتبقى بس حاجة تبع العرف والتقاليد اللي احنا تعودنا عليها او العادات اللي احنا تعودنا عليها. زي مثلا في بعض المجتمعات ان شغل المرأة حتى لو من البيت بيبقى يعني مش مناسب قوي للمرأة او كده، لكن طبعا احنا عارفين في ظل الظروف اللي احنا فيها معظم الستات بقت بتشتغل من البيت او بتنزل الشغل، لكن في بعض المجتمعات لسه مازال الموضوع ده بيبقى غريب شوية، فهي ممكن تكون قادرة تكسر بعض القواعد اللي ممكن يكون متعارف عليها علشان توصل لأهدافها، وطبعا من غير ما تكسر أي حدود تانية دينية، لأن أنا قصدي القواعد اللي بتبقى لها مرجعية خاصة بالعادات والتقاليد. رقم 8، الست القوية مش بتقلل من شأن حد علشان ترفع من مستواها، ومش بتركز على عيوب الناس علشان ترفع من نفسها، هي بتركز على عيوبها وازاي تعدلها او تصلحها، وبتركز كمان على نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعتها علشان تصلحها، لكن ما بتركزش ابدا على عيوب الناس.
وفي نفس الوقت بقى رقم 9 مش بتسمح لحد بالتقليل من قدراتها أبدا. الستات القوية مش بتسمح لكلام حد سلبي عنها يأثر على ثقتها في نفسها. اتعلمي ازاي تؤمني بنفسك جدا، وهتكوني أقل تأثرا بآراء الآخرين. رقم 10 مش بيلوموا نفسهم أما يحصل خطأ ما. اللوم الذاتي بشكل سام أو بشكل سلبي هيمنعك إنك توصلي لأي حاجة. بدل ما تقولي مثلا أنا واحدة فاشلة، قولي إنك اخترت اختيار خاطئ وهعدل من اختياراتي علشان أوصل للهدف بطريقة مختلفة. رقم 11 الستات القوية مش بتكتم مشاعرها، بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم وبيقدروا يتكلموا عن نفسهم كويس جدا بشكل إيجابي، وبيعبروا عن مشاعرهم سواء على الورق سواء في الموقف نفسه. بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم بشكل صحيح جدا، ويعني مش بيسمحوا لحد إنهم يجروهم لمشاعر معينة أو يضغطوا عليهم عشان يطلعوا منهم كلام معين. لا، عارفين حدودهم وفي نفس الوقت بيقدروا يتكلموا عن مشاعرهم بشكل إيجابي. رقم 12 الستات اللي عندهم قوة عقلية مش بيتحرجوا أبدا إنهم كل فترة بيعيدوا اكتشاف نفسهم من جديد، وبيتعرفوا مرة تانية على قدرات مختلفة ممكن تكون عندهم، حتى لو في سن كبيرة، حتى لو في فترة 40 أو 50 أو 60 أو 70. كل فترة ليها الجمال بتاعها، وعلى فكرة كل فترة هتكتشفي ليكي قدرات ومواهب مختلفة انت ما كنتيش عارفاها عن نفسك قبل كده. انت بس محتاجة إعادة اكتشاف لنفسك كل فترة. ما تقفيش عند حاجة معينة تقولي أنا بعرف أعمل كذا وما بعرفش أعمل كذا وخلاص أنت مستمرة على كده. لأ، كل فترة وكل سن ليه الحلاوة بتاعته وليه الشكل بتاعه وليه كمان القدرات بتاعته والمواهب بتاعته. فحاولي دايما من فترة للتانية تكتشف القدرات بتاعتك والمواهب بتاعتك، لأنك هتلاقي جديد كل فترة. رقم 13 مش بيقللوا أبدا من شغلهم أو مجهودهم، بيقدروا جدا تعبهم وعارفين إنهم بيقوموا بمجهود كبير جدا وبيشكروا نفسهم عليه. ده الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب بجد تكون بداية جديدة للقناة وتحبوا الفيديو وحشتوني جدا بجد، وما اقدرش اقول اكتر من كده. وشكرا جدا جدا على الناس اللي سألت عليا والتعليقات الجميلة جدا اللي رفعت من روحي المعنوية. ويا رب افضل مستمرة معاكم على طول بحبكم ليا وبحبي ليكم. صباح الفل وصباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.